بينما كان رجل يتجول في فناء منزله، رأى ابن عرس يهاجم طاووسا. دون تردد هرع لمساعدته، طاردا ابن عرس بعيدا. بعد أن عالج جروح الطاووس أخذه إلى المستشفى. أكد الطبيب أن إصابة الطاووس لم تكن خطيرة، فأخذه الرجل إلى منزله ليعتني به. في المنزل أطعم الرجل الطاووس وحنمه بماء دافئ. بفضل رعايته تعافى الطاووس سريعا. مع ذلك، ولأنه يعلم أن الحيوانات البرية تنتمي إلى الطبيعة، أطلقه في البرية رغم تعلقه به. ولدهسته عاد الطاووس في اليوم التالي. استقبله الرجل بالطعام، وبعد أن أكل نشر الطاووس ريشه الملون في عرض جميل شكرا له. قبل أن يرحل ترك ريشتين كهدية، احتفظ الرجل بهما وصنع منهما قلادة. بعد بضعة أيام عاد الطاووس مرة أخرى. تأثر الرجل فأطعمه، ومع مرور الوقت اتخذ الطاووس من منزل الرجل مسكنا له، حتى أنه صادق كلبه، وفي النهاية أحضرت معها أصدقائها وأطفالها.